كل مرة المدير كان بيطلبني فيها علشان أتكلم معاه، قلبي ما كان ببطلش دق وتوتر، وأول حاجة بتيجي في دماغي اللي أنا ممكن أكون عملته غلط. ولو صاحبتي اتأخرت عليا في الرد بفضل أقلب في آخر شات ما بينا وأسأل نفسي إيه اللي ممكن أكون عملته خلتها تزعل مني. ولو حد انتقدني بكلمة صغيرة كنت بفضل فاكرة الكلمة دي الأيام، لحد ما تعبت بصراحة من نفسي ومن شخصيتي ومن تفكيري. وفي يوم قررت إني أروح لثيرابي، وقعدت معاها وشرحت لها الموضوع. كان أول سؤال تسأله ليا طفولتك كانت عاملة إزاي؟ بصراحة سكت شوية، قلت لها كان لازم أبقى كاملة، لأن أي غلطة كانت بتحول لزعيق وضرب ومقارنات وصوت عالي. ردت عليا الدكتور وقالت إني لسه محبوسة بعقلية الطفلة الصغيرة اللي كانت خايفة زمان تغلط. لما قالت لي كده بصراحة اتفاجئت، لأني افتكرت كل المواقف اللي كنت فاكرة إني نسيتها زمان. ومن بعدها اكتشفت إننا لما بنكبر أجسامنا بس اللي بتكبر، لكن أوقات كتير ردود أفعالنا لسه بيقودها طفل صغير. دي كانت قصة حقيقية من أحد العيادات النفسية. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة موضوع حلقتنا هيكون تقيل شوية، لأن احنا هنتكلم في كذا موضوع، بس كلهم هيكون هيصبوا في نفس الموضوع اللي احنا أصلا أساس الحلقة تتكلم فيه، وهو عن التروما أو صدمات الطفولة. فركزوا بقى معايا. طبعا زي ما احنا عارفين ان احنا بنكبر، بس في حاجات بتبقى جوانا او في ردود افعالنا بنستكشفها، اللي هو انا ليه اتصرفت في الموقف الفلاني بالطريقة دي؟ ليه عملت كده؟ ليه كنت خايف؟ ليه كنت متوتر؟ ليه خايف الناس مثلا تسيبني وتبعد عني؟ كل الحاجات دي لو هنفكر فيها هنلاقي ان اصلا سببها هو طفولتنا من واحنا صغيرين. بسبب الحاجات اللي احنا تعرضنا لها واحنا صغيرين اثرت علينا بشكل غير واعي في تصرفاتنا لما كبرنا. وفي دراسات علمية بتقول ان لو في صدمة عشتها وانت صغير ممكن تكون السبب في ان جسمك يهاجم نفسه دلوقتي. يعني الجهاز المناعي بتاعك بيتأثر جدا بالجهاز العصبي، فالجهاز العصبي بيتبرمج واحنا اطفال، تمام؟ فالصدمات بتاعة الطفولة زي مثلا الإهمال، زي النقد المستمر، زي شعورك بعدم الأمان، كل ده بيخلي الجهاز العصبي يعيش طول الوقت في توتر مزمن، وده بيأثر على الجهاز المناعي بتاع الطفل اللي اتعلم يرفض نفسه، لأنه مش حاسس إنه هو كفاية، ومش حاسس إنه هو قادر يرضي الناس اللي حواليه أو الناس الكبار اللي موجودين في حياته. فلما بيكبر أو لما يكبر جسمه بيهاجم نفسه، فبيجيله أمراض مناعية، علشان هي دي الصورة الجسدية للهجوم الداخلي اللي جواه. فجسمه بيعبر على الهجوم بإنه بيعبر على الهجوم ده بإنه جسمه بيهاجم نفسه، اللي هو الهجوم اللي حواليه أو الهجوم ده اللي تلاقي الجسم بيهاجم نفسه. هما بيقولوا إن معظم الأمراض المناعية بتكون سببها كده. كان في دراسات بتحكي عن الموضوع ده. متخيلين إن طفلك عشان انت أهملته أو كنت بتضربه وبتعنفه، طفلك تعرض لأي موقف عنيف وهو صغير، طول الوقت محسسه ان هو بتأنيب ضمير، جلد ذات، طول الوقت محسسه ان هو قليل بسبب المقارنات اللي انت بتعملها طول الوقت بالناس اللي حواليه.
تخيل ان هو ممكن في يوم من الايام يتصاب بالمرض المناعي اللي هو تلاقي المناعة اصلا بتهاجم جسمك. دي اول حاجة. كنت سمعت برضو قبل كده عن ان لو نفترض ان انا مثلا اتعرضت لصدمة معينة في طفولتي، تمام، بس صدمة كانت شديدة شوية، والصدمة دي انا مثلا ما عالجتهاش بشكل كويس، تمام، وسبت بقى وقلت الزمن هيعالجها والوقت وكده، ودي اكبر كدبة. مفيش وقت هيعالج حاجة جوايا المفروض تتعالج بشكل صحي وشكل كويس. فانا افترض ان انا ما عالجتهاش وكبرت واتجوزت وخلفت، فاللي انا اكتشفته ان الصدمة اللي جوايا دي هتتنقل لاولادي، وتخيل كمان ان هي ممكن تتنقل لاحفادي، تخيلوا. فعلشان كده احنا بننصح ان لما تتعرض لتروما او صدمة وانت صغير، تمام، عالجها فورا. ما تقولش خلاص ده موقف عدى وانتهى، لا، مفيش حاجة اسمها موقف عدى وانتهى. هتلاقي ده بيظهر معاك في تربيتك لأطفالك، هتلاقي في حاجات انت تعرضت لها وانت صغير، صدمة معينة، تلاقي نفسك بشكل غير واعي بتكررها مع أطفالك، بتكررها مع أصحابك، مع يعني الناس اللي حواليك في شغلك هنا. فلازم ان احنا نعالج اي صدمة حصلت لنا زمان. طيب، الحاجة اللي عايزة اتكلم فيها، طول ما طفلك وهو صغير بيتقارن، هيبدأ يكبر يقارن نفسه وحياته طول الوقت مع ناس تانية. وكان في نقطة عايزة اتكلم فيها برضو مرتبطة بموضوع الصدمات، او هتصب برضو معانا في موضوع الصدمات، واننا بشكل غير واعي حتى لو ما تعرضناش، يعني لو احنا ما تعرضناش للمقارنة واحنا في طفولتنا واحنا صغيرين، فاوقات ده ممكن يحصل بسبب السوشيال ميديا. يعني ايه؟ يعني نفترض ان انا مثلا كنورهان عمري ما تعرضت مثلا وانا صغيرة لمقارنات، وكنت عايشة حياة كويسة وسليمة وصحية لحد ما كبرت وبدأت ان انا ادخل اكتر في عالم السوشيال ميديا. وبطبيعة الحال احنا اول ما بنفتح عينينا كده بسم الله الرحمن الرحيم واحنا قاعدين كده على السرير، نمسك التليفون بتاعنا ونفضل نسكرول على المنصات ونقعد نشوف ده عمل ايه، ده حقق ايه، ده ما حققش ايه، ده سافر فين، ده جاب عربية مش عارفة نوعها ايه، دي جابت شنطة مش عارفة من البراند الفلاني ايه، ده قرا النهاردة 100 كتاب. اول ما افتح عينينا الصبح نلاقي نفسنا بنبص على كمية انجازات رهيبة، فده بيخلق جوانا عدم رضا، تمام، وبنبدأ اننا يعني الموضوع ده بيبدأ ان هو طول الوقت ان انا طول ما انا مرتبطة بالسوشيال ميديا وطول ما انا عمالة اقعد اقارن نفسي دلوقتي بالناس دي، وده وصل فين وده عمل ايه وانا ما عملتش، وانا هلاقي نفسي ان انا لو ما عرفتش اعالج الموضوع ده هلاقي نفسي ان انا بكبر بتجوز بفضل اقارن عيالي بالحاجات اللي بشوفها على السوشيال ميديا. وده حقيقي، في ناس دلوقتي بتقارن ولادها على الحاجات على السوشيال ميديا. ده ابسط الامثله، في ناس بتقارن ولادها بالاطفال اللي موجودين على التلفزيون عادي جدا لو ما فيش حتى سوشيال ميديا، اللي هو بص الولد ده ذكي ازاي، بص الولد ده اتصرف في الموقف الفلاني ده ازاي، شوف انت ما بتعرفش تعمل كده. فتخيل ان انا لو سبت نفسي لموضوع السوشيال ميديا ده، فحتى لو انا اهلي ما وصلوليش انا في يوم من الايام اتقارن بحد او كده، فبرضه موضوع السوشيال ميديا هيأثر عليا، فهدخل تاني في نفس الدوامه اللي انا هكرر عيالي في عيشتهم. فاهمين قصدي؟ فللاسف احنا بننبهر بالناس وبنقعد نقارن اجمل لحظات حياتهم، ونبدأ نقارنها بأكتر لحظة عادية احنا عايشينها،
او اكتر موقف صعب دلوقتي احنا عايشينه، فتبدأ تحس انك متأخر او ان حياتك ناقصة، تحس انك لسه ما عملتش حاجة في حياتك، لسه ما بدأتش، وتلاقي نفسك المفروض تعمل كل ده عشان تحس ان انت تمام والدنيا زي الفل. وده اللي بيخلي معظم الاهالي للأسف بسبب السوشيال ميديا يبدأوا يسجنوا نفسهم ويسجنوا أطفالهم جوه أدوار مش بتاعتهم، ويضغطوا على نفسهم وعلى أطفالهم في دور مش بتاعهم أصلا، رغم إن هو ممكن تكون عندهم هوايات وأدوار تانية مختلفة قدروا يثبتوا نفسهم فيها، لكن علشان المجتمع مثلا حابب الدور ده، تمام، أو عشان المجتمع شافهم في الدور ده هم حلوين فيه، فخلاص بقى أنا هفضل أعمل الدور ده على طول. فالسوشيال ميديا من ضمن الحاجات دلوقتي اللي بقت بتعمل عدم رضا ومقارنات كبيرة جدا. الكلمة اللي أنا عايزة أقولها للأهل أو الرسالة اللي أنا عايزة أوصلها للأهل هي إن التربية مش أكل وشرب وتعليم، لأ، ده أصلا حاجة طبيعية. انت ربنا رزقك وخلقك علشان تقوم بالدور ده دورك أصلا، تمام، ده غير إن هو واجب عليك إنك تعمله. لكن التربية الصح واللي هتتحاسب عليها كمان هي إنك ما تخليش ابنك أو بنتك يفضلوا يشكوا في نفسهم طول الوقت. هل أنا قصرت في حاجة؟ هل أنا غلطت في حاجة؟ هل أنا عملته ده صح؟ كان المفروض ما اعملش دوت، كان المفروض ان انا ما غلطش. لا، سيبه يغلط، سيبه يشوف ويتعلم ويجرب علشان يكون هو شخصيته. التربية الصحيحة او الاصل في التربية هو انا اطلع شخص كويس للحياة، شخص جيد للحياة، مش شخص مثالي. لان المثالية هو عدم التسامح، هو عدم التسامح مع الاخطاء. للأسف مش هقدر ان انا ابقى متسامحة وان انا سامح، لا، انما لما انا اكون شخص كويس وجيد ومتربي وسوي هقدر ان انا اتصالح مع اي موقف، اي حاجة. هيبقى عندي مشاعر تجاه الناس، واعرف ان الناس طبيعي ان هم لازم يغلطوا، احنا مش ملايكة على الارض، يعني احنا بشر. وده وصلنا لنقطة مهمة جدا، ان المفروض ان انا اعمل الحاجات واخلي عيالي يعملوا الحاجات اللي هم حابين يعملوها واللي انا حابة اعملها، مش اخلي المجتمع يفرض عليا قيود معينة لازم اجبر عيالي واجبر نفسي ان انا اعملها، تمام، واحط ولادي واحط نفسي في مقارنات ملهاش اي لازمة عشان المجتمع فرض عليا حاجات لازم اعملها. طول الوقت انا مش هكون راضية عن نفسي، ولا هكون راضية عن ولادي، ولا هكون راضية عن حياتي عموما في اي حاجة. وعلشان كده دايما بقول خلينا نعيشها ببساطة، لان دايما لو انت فضلت في الزون ده هتفضل طول الوقت مخنوق، ومش مخنوق من الناس، لا، مخنوق من الزحمة اللي جواك. وطبعا طول ما انت هتفضل جواك دوشة هتفضل طول الوقت عايش تشبع نفسك باحتياجات انت اصلا مش عايزها، هتفضل طول الوقت تحط نفسك في مقارنات انت اصلا في غنى عنها. وعلشان كده هتفضل جواك الزحمة بسبب الضغوطات والمشاكل، وهتفضل في دايرة انا لازم اشتري اكتر، لازم اشتغل اكتر. وده اصلا مش المفروض، انت المفروض تقلل من الحاجات دي، تمام، لان دايما الحاجات اللي حوالينا مش كلها تنفعنا. عايزين نرجع تاني نعمل توازن ما بين الوسيلة والهدف، ونسيب مساحة للمهم فعلا. وللأسف اللي بيوصلنا لكده ان احنا بقينا بنجري في سباق ما بينتهيش حرفيا في كل حاجة في حياتنا. حتى بقينا في وسط دوشة الحياة بقينا بنكبر المواضيع، يعني بقينا موضوع ملوش لازمة اللي بيكبر معانا بسرعة. بطلنا ان احنا نسمع بعض ونسمع عيالنا
ونسمع صحابنا. بطلنا نعمل ده، وبقى الأسهل لينا إن احنا نحكم ونخاصم بدل ما نمد إيدينا ونقول تعالى نتفاهم، تعالى نتكلم. وللأسف بقينا ضاغطين نفسنا قوي بسبب الحاجات دي كلها. فطول ما انت ضاغط نفسك، وطول ما انت حاطط نفسك في مقارنات، طول ما انت هتضغط على عيالك، هتضغط على شريك حياتك، هتضغط على كل الناس اللي حواليك اللي ملهمش ذنب بسبب حاجة انت اللي اخترتها، انت اللي اخترت تكون فيها، محدش اجبرك. فيا جماعة يا جماعة خلونا نعيد نفسنا تاني ونرتب نفسنا تاني. ما نخليش البهرجة اللي بنشوفها على السوشيال ميديا تأثر علينا أو تأثر على أولادنا أو تأثر على تربيتنا أو كل الكلام ده، علشان ابنك ما يطلعش في يوم من الأيام شخص عنده صعوبة في التعبير عن مشاعره، او ان هو مثلا مش قادر ان هو يقبل نفسه، او عنده او طول الوقت حاسس ان هو طول الوقت بيجلد ذاته وعنده طول الوقت تأنيب ضمير. وده اللي حصل في القصة اللي انا حكيتها في اول البودكاست. فعلشان ربنا هيحاسبك على نفسك اولا، وهيحاسبك على ولادك، طريقة تربيتك ليهم كانت عاملة ازاي، تمام؟ وهل حافظت على النعمة اللي ربنا ادهالك، ولا انت تعاملت معاها بشكل مش كويس؟ فخلينا نرجع تاني، نعيد نفسنا تاني ونعيد ترتيب نفسنا تاني. في حاجة كمان، عارفين اول حاجة بنحن ليها قوي، اللي هو واحنا مضغوطين واحنا في دوشة الحياة وزحمة الحياة، بنحن الأيام زمان، أيام ما كنا أطفال، أيام ما أيام الناس ما كانت عايشة ببساطة ومش مكلفة نفسها، وأيام ما كانت اللمة الحلوة. عارفين ليه بنحن للأوقات دي؟ لأن زمان كان عندهم حاجة اسمها صيانة العلاقات. يعني ما كانوش بياخدوا كل حاجة على قلبهم زي ما بناخدها دلوقتي، ما كانوش بيكبروا المواضيع بشكل اوفر زي ما احنا بنكبره دلوقتي. لا، اهدى، الدنيا احنا مش في صراع، تمام؟ وكانوا مقتنعين بكده. فاللي انا عايزة اقوله بجد عيشوها يا جماعة ببساطة. وفي مسك الختام حابة اقول لكم، اختار اللي يستحق يفضل يكون حواليك، والبساطة البساطة في اللي تملكه مش في اللي يملكك، تمام؟ خليك شخص صادق ومش شخص مثالي، تمام؟ علم ولادك ان هم يكونوا ناس صادقين، ناس يحبوا نفسهم اكتر، يعبروا عن مشاعرهم اكتر، عشان يقدروا يواجهوا الحياة، لان الحياة بقت صعبة. فيبقى انت عليهم ضغطهم نفسيا وكمان الحياة؟ لا. فخليك يفتكروك قد ايه ان انت كنت سند ليهم، قد ايه ان انت كنت شخص مديهم الامان اللي هم محتاجينه، مديهم الدعم. ما تخليهمش الناس اللي هي تدور بره على الاهتمام، والناس للأسف تستغلهم كتير بسبب كده. علمهم ان هم يكونوا ناس رحيمة على نفسهم اولا ويكونوا رحماء بعد كده على الاخرين. اتمنى ان يكون البودكاست ده عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في حلقات تانية كتير. باي باي.